عربي انا فلوسي خلصت وكنت بصراحة يعني جعان. عيب عليك يا ادم يا جدع، ما تقولش كده، ده انت في بيت اخوك يا ادم. وبعدين انا عارف ان انت يا عم جاي من سفر، فاكيد اكون جعان، فعشان كده طلبت لك اكل وزمانه جاي في السكه. ربنا يخليك يا عربي. بقول لك ايه يا ادم، انا بعد اللي انت حكيته لي ده يعني بصراحه كده اكتشفت ان انت لازم تخلع من المشاكل دي، والحل الوحيد ان انت تسافر وتريح دماغك. ناس كتير نصحوني اهرب يونان ايطاليا، بس مش عندي هناك ولا عارف اروح اعمل ايه. يونان ايه ولا ايطاليا ايه ولا هجره غير شرعيه تغرق في البحر يا ترجع مسجون؟ شوف يا معلم، انا هعمل معاك الصح. انت تهرب على تل ابيب، ايوه اسرائيل. ومن حظك بقى يا معلم ان انا اعرف واحده اسرائيليه عايشه في تل ابيب، اظبطك معاها يا ادم وتاخدك وتيجي خالع على تل ابيب هناك. وهناك بقى يا معلم بسمع ان المصريين هناك بيتشالوا على كفوف الراحه، يا مرحب. وهناك يا صاحبي احسن من البهدله دي. عارف ليه يا عربي المصريين هناك يا مرحب؟ عشان قوة مصر في ولادها.